والآن معي الضيف الكريم. كويس. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاسم صمويل حسين باب الله، قائد المؤتمر الثالث لشباب كنيسة المسيح السودانية بكيلو 4.5. السيد صمويل قائد السفينة، قائد المؤتمر الثالث لكنيسة المسيح السودانية كيلو 4.5. الأستاذ صمويل، نريد أن نسألك ما رد فعلك عندما تم اختيارك كقائد للمؤتمر الثالث؟ كويس. رد فعلي في زمن تم اختيارني أكون القائد أو الرئيس بتاع المؤتمر في السنة ده، المؤتمر الثالث. يعني دائما المهمات الكبيرة زي ده بكون الإنسان متخوف منه في البداية، لكن رغم الإشادة بتاع المؤمنين ورغم بتاع الإشادة بتاع الشباب قالوا إنه أنت زول مناسب في المكان المناسب، فالواحد بيحاول إنه يخوض نفسه في المكان ده حتى لو كان حتى الخوف جواه، لكن لما نعاين إنه ما في حاجة مستحيل، إنه كل شيء بنعمله وربنا معانا، بنشيل الخوف، بنشيل كل التوتر، وبنخط الحاجة وبنصلي إنه ربنا هو الماشي يعمل. فأنا كنت متخوف، لكن بعض الشباب شجعوني على الغيار ده، وأنا قلت أنا هستمر، وما دام ربنا معي ما في حاجة بخلينا أنا أخاف. وكمان بشكر الأخوان أعضاء اللجنة، هم بقوا أكثر من سنة وإخوة في المهمة اللي أنا وكلهم في السنة دي. الأستاذ صمويل، كيف كانت سير البرامج المحاضرات؟ كيف كانت استجابة المؤتمرين للتوقيت؟ وكيف تقيم سير المحاضرات والمحاضرين؟ في الحقيقة نحن خدينا زمن معين وتاريخ معين للمؤتمر، لكن لتأخيرنا في حجز المكان ده الصعوبة اللي واجهناه. يعني الصعوبة اللي لقيناه قدامنا إنه ما لقينا مكان، لأنه بدينا متأخرين بالنسبة للمكان، ولقينا المكان ده في فترة متأخر شديد. والصعوبة اللي واجهني إنه دائما نحن في مصر هنا كشباب معظم الفترة بتاع الإجازة بتاعنا بيكون من أول يوم في العيد اللي بعده. فنشكر ربنا إنه السنة ده الحجز طلع إنه بعد العيد ب3 يوم. فأنا أشكر ربنا إنه الرغم ده كله في ناس ضحت من وقتها واستأذنت من الشغل، وفي ناس غابت لإنجاح المؤتمر، وخاصة أعضاء اللجنة. فده الصعوبات أو المشاكل كنا واجهناها نحن كلجان بتاع المؤتمر. يعني مفروض إنه التوقيت يكون أول يوم في العيد، لكن بقى ثالث يوم في العيد. فأتمنى إنه من الأيام الجاي إنه نسرع في حجز المكان، من ضمن إنجاح المؤتمر إنه حجز المكان. فده بضمن لك إن المؤتمر يكون ناجح في الزمن المناسب، يعني تقدر تكتسب معظم الشباب في الزمن ده. نعم، أنت كقائد المؤتمر، ونحن نعلم تماما كم حجم هذه المهمة التي وكلت على أكتافك. ماذا تريد أن تقول لكل من يتم اختياره في هذا المنصب في المرة القادمة أو السنة القادمة؟ صدقني المهمة ما صعبة وما سهل، بس بيتطلب من الشخص انه يكون جادي في قراراته، وحتى اللجان الماشي يختار انه يكونوا من ضمن اللجنة بتاع المؤتمر، انه يختار ناس اكفاء وناس جادين. والحاجة اللي بيساعد اكتر من كده انه لما نشتغلوا تيم مع بعض الامور كله بتمشي كويس. وانا بتمنى من اللجنة الجاي او الشباب الماشيين انه يكونوا هم الغادة بتاع المؤتمر السنة الجاي. ما تخافوا ما تتخوفوا من كونك تكون غاية المؤتمر. صدقني حاجة ايزي، انت ما حتشتغل براك
أكيد الناس اللي معاك أو اللي جانب معاك هم زيك وحيكونوا شغالين معاك بروح وبصيغة، وانت حتودي السفينة لبر الأمان. فأنا أشكر كل اللجان مرة ثانية، فهم إضافة حقيقية صدقني بأفكار وبإصرار. فنشكر ربنا إنه نحن في المؤتمر قعدنا 3 أيام، وبشكر كمان المؤتمرين هم برضو إضافة حقيقية لحياتنا. وده ما يكفي إنه نرجع كمان للآباء بتاعنا والمرشدين في الكنيسة، يعني هم السند لنا أيضا في كل شيء، في كل الصعوبات. هم دائما بيدعمونا، هم الواقفين جنبنا في كل مشكلة نحن وقعنا فيه، هم اللي بيساعدونا. فأنت حاول لو واجهك مشكلة أرجع للآباء بتاعنا، فهم جاهزين فيها وكيد. وشكرا. كلمة أخيرة، ماذا تقول لكل من أراد أن يكون حاضرا في هذا المؤتمر ولكنه لم يتوفق بسبب ظرف ما؟ كلمة أخيرة للذين أرادوا أن يكونوا معنا في هذا المؤتمر. كثيرين كانوا عايزين يكونوا معنا في المؤتمر، لكن لظرف بتاع العمل ولظرف بتاع الإجازات بتاعن كان قصيرة. فأنا بقول لكم الغادي محلى، ومن شوق قلوبنا أنكم تكونوا معنا، لكن أنا بقول لكم المرة الجاي هيكون أحلى. والمرة الجاي اللجنة بتاع المؤتمر هيحاول إنه بيتمنى إنه يحاولوا إنه يخطوا الزمن المناسب، يعني في أول أيام العيد ده، إنه بيلقى الشباب كلهم متوفرين بصورة كويس. فأنا بقول لك أنت في مكانك خليك عندك ثقة وإيمان، وشجع نفسك إن المؤتمر الجاي إن شئنا ربنا ما جاء أنت حتكون أول المؤتمرين. شكرا الأستاذ صامويل حسين قائد المؤتمر الثالث، كنت معنا. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله.